بالصفقات. الصفقات بتجيب ايه؟ بالفلوس. دول 100 مليون جنيه اتحطوا ليه في البنك؟ عدم قيام النادي بتوريد جميع متحصلات نقديه وشيكات الى البنوك المودع فيها ارصده وحسابات النادي. في تعمد انهيار نادي الزمالك. ناس في الدوله موافقه وبتبان. انا بحط الفلوس في النادي ما بحطهاش في البنك. عميد محمد الابواب تتقفل، مش هقول تاني، البيبان تتقفل، سيب لهم دورة المية مفتوحة ستات ورجال. شفت ورقة من اللي انتوا جبتوها شلناها ولا كلها مع خالد لطيف؟ دول المأجورين دول كمين لمين؟ ده كله بيذيع مباشر. ده الكل عمال يذيع مباشر وكمين مين؟ حتى موضوع الصلاة بتاع علاء مقلب بقى مباشر. نعم خلاص روح اقف جنب ابوك. يلا شكرا. العاب الكمين دول مأجورين المرتشين، دول اللي بيقبضوا، دول الوسخين. كمين ايه؟ ده كله مهجع. مين مش مباشر فيكم؟ كله مباشر. الحمد لله ربنا هداك وصليت. الحمد لله الحمد لله. والله شيء جميل. انا لسه قايل له امبارح صليت العصر. الحمد لله. حد تاني معاه ورقه يا جماعه؟ حد تاني معاه ورقه؟ طيب قبل الورقه هقول لكم ظروف النادي. بعد ما نحكي ظروف النادي بالمستندات، لو حضرتك او حضرتك شايف ان انا غطيت سؤالك خلاص، شايف ان سؤالك ما زال مستمر، انا معاك. في تعمد انهيار نادي الزمالك وخلقه، وفي ناس في الدوله موافقه وبتبان. تقول لي طب ازاي؟ هقول لك. الحجز اللي ممدوح عباس عامله على البنوك سببه ايه؟ سببه ان هو حجز قبل كده وكان عندي 240 مليون جنيه. لما رجعنا انا جات لي مخالفه عايز اقراها لكم. ازاي انا بحط الفلوس في النادي ما بحطهاش في البنك؟ ده في التقرير اللي جاي. اهم الملاحظات التي شابت اعمال مجلس الاداره. فقلت لسيد وزير الشباب المحترم من فضلك سيبني احط الفلوس. مش وقت يا استاذ محمد، مش هقول تاني. سيبني احط الفلوس في النادي. بند 10 عدم قيام النادي بتوريد جميع المتحصلات نقديه وشيكات الى البنوك المودع فيها ارصده وحسابات النادي. يا فندم هيحجز عليها؟ قال لك خلاص هو ليس الموضوع ده. مع الوزير هيحجز عليها، هو ليس الموضوع. فاضطرينا نحط الفلوس في البنك. حجز على 100 مليون. انا عايزهم. مش انت عايز صفقات؟ مش انت عايز بطولات؟ هو بطولات بتجيب ايه؟ بالصفقات. الصفقات بتجيب ايه؟ بالفلوس. دول 100 مليون جنيه اتحطوا ليه في البنك؟ عدم قيام النادي بتوريد جميع متحصلات نقديه وشيكات الى البنوك المودع فيها ارصده وحسابات النادي.
الكلام ده امتى؟ قبل ما يجمدونا يوم 18/10/2020 اتحطت الفلوس في البنك مفتوح تذكرة. يبقى الصفحة اللي بتقل قلبها اللي قلبك عليه هو مش عليا انا، لان انا كنت محافظ على فلوس النادي هنا ومتحمل مسؤولية هنا. فاللي قاعد وديها البنك هو اللي يرجعها. فاللي عايز يتطور عايزين لعيبه تمام. انا نفسي اجيب لك احسن ما انا جبت لك قبل كده من شرقي وساسي وسكيزي كل دول. بالنسبه امير مرتضى بقاله شهرين اللي بيتشتم ما بيجيش النادي عشان ولادي ما حدش مش شتم ليه؟ ده نائب في البرلمان دوره كامله ومحامي ناقض، انت بتشتمه ليه؟ هو شغال عند امك؟ امير ضابط شرطه مقدم شرطه، عيالي عايزين يمشوا بس برضه مش هيمشوا بقله الادب. قله الادب مش هتجيب معانا نتيجه، وده مش جمهور. مفيش جمهور اللي ادب بيشتم. العيال مأجوره اللي خافت تيجي اللي قالوا الست اوعوا تروحوا وده اعمل لكم كمين هيضربكم هناك.